ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهاردة هيتكلم عن مية الورد بكل استخداماتها. انتي اكيد سمعتي عن مية الورد، بس النهاردة هقولك حاجات انتي ممكن عمرك ما تتخيلي ان مية الورد بتعملها. في الفيديو النهاردة هنتكلم عن كل استخدامات مية الورد، سواء كانت للبشرة او للشعر او للجسم، وجربي الوصفات وهتشوفي الفرق بنفسك. يلا بينا نبدأ الفيديو، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول حاجة معانا هنتكلم عن مية الورد وفوائدها للبشرة واستخداماتها كمان. أول حاجة معانا التونر الطبيعي. تستخدمي مية الورد زي التونر بالظبط. بعد ما تغسلي وشك بلي قطنة فيها مية ورد ومسحي بيها على بشرتك، هتساعد تقفل المسام وتهدي الاحمرار. وكمان للبشرة الحساسة، لو بشرتك بتتحرق من الشمس أو بيحصل فيها التهاب من الماسكات، استخدمي مية الورد وهتلاقيها هدت بشرتك على طول. الترطيب والانتعاش طول اليوم. حطي مية ورد في بخاخة وخليها في شنطتك، كل شوية رشي منها على وشك، هتحسي بنعومة وانتعاش خصوصا في الصيف. وكمان في وصفة لتفتيح البشرة. حطي معلقة نشا مع معلقة مية ورد وسيبيها كماسك على وشك لمدة 15 دقيقة واغسليها. استخدمي الماسك ده مرتين في الأسبوع وهتلاحظي النعومة وكمان في لون بشرتك. تاني حاجة معانا استخدامات مية الورد للشعر. مية الورد بتنشط فروة الراس جدا وبتساعد على تنشيط الدورة الدموية، وكمان بتقوي البصيلات. امسحي بيها على فروة راسك ببخاخ بعد الشامبو. ممكن تحطيها في البخاخة وتستخدميها كهير ميست للشعر، بتخلي الشعر ريحته هادية جدا ونضيفة جدا. استخدميها وهتشوفي الفرق بنفسك. تالت حاجة معانا مية الورد للجسم. دي بتهدي جدا بعد إزالة الشعر. لو عملتي إزالة الشعر بالسويت أو بالشمع، امسحي الجلد بمية ورد وهتلاقيها قللت الالتهاب والاحمرار جدا. ولو انتي بتستحمي في البانيو في مية الحموم، حطي فيها مية ورد، هتخلي ريحة جسمك جميلة وتهدي كمان الأعصاب. وممكن كمان تستخدم كمرطب للركب والكوع. اخلطيها مع زيت جوز الهند وادهني بيها الأماكن الجافة يوميا خصوصا في فصل الصيف. رابع حاجة معانا الاستخدامات اليومية والروتين. ثبتي بيها الميك اب. رشي خفيف من مية الورد بعد الميك اب، هتثبته وتخليه يبان طبيعي. وكمان بديل المزيل العرق، لو انت مش بتحبي المنتجات الكيماوية، مية الورد ممكن تستخدميها في الأندر أرم بس بعد ما تنشفي كويس. في وصفات إضافية ممكن تستخدمي فيها مية الورد زي ماسك التفتيح. ممكن معلقة من الدقيق ومعاها مية ورد، بيبقى ماسك بسيط للنعومة والتفتيح. نصايح مهمة ليكي: اشتري دايما مية الورد تكون طبيعية 100% وخالية من الكحول والمواد الصناعية، وخزنيها في التلاجة عشان تعيش معاكي مدة أطول وتديكي إحساس بالانتعاش. ولو بشرتك حساسة، جربي منها نقطة الأول عشان تتأكدي إن جسمك مش بيحمر منها. بس كده، افتكري دايما إن أبسط الحاجات ممكن تكون الأكتر فايدة ليكي. ومية الورد فعلا كنز ولازم تخليها دايما في روتينك. المهم تستخدميها صح ودايما تعملي اللي يناسبك لبشرتك أو لشعرك. بس كده، لو استفدتي من الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.